في عالم الكرة المستديرة هنالك أمور يجب أن تتحلى بها ولا يجب التشكيك بها، وأصبحت أشبه من مسلمات التكوين، الانضباط والمنافسة، وهذا من أجل أن تكتسب شخصية ومكانة وإنتاجية قوية. جمعية وداد أمل فورتوا هي من بين الفرق التي تعمل على هذه العوامل حتى تحقق نتائج مميزة. جمعية وداد أمل فورتوا بقيادة المدرب والمسؤول الأول بالفريق محمد بلقرماط، ضيف من ولاية ميلا، دخل بيت أكاديمية بارادو، هذا الأخير الذي يواصل تكوين اللاعبين من المستوى العالي منذ نعومة أظافرهم، أمر جعل جمعية الوداد تمشي على هذه الخطى، ولم لا، وهي التي منحت أشبال لهذه الأكاديمية العريقة. مشاركات وتنقلات جمعية وداد أمل فورتوا لم تتوقف مع بارادو فقط، فهي التي دائما ما تشارك في دورات وبطولات وطنية ودولية لمختلف الفئات العمرية تحت جدول أعمال مسطر محكم يزيد من قوة الجمعية. ضمن البرنامج المسطر لجمعية الوداد أمل فورتوا حظينا باستقبال رائع من أكاديمية بارادو، وما يخفى لكمش باللي كل عام نجوكم، كل عام نجوا لعندهم اللعب ومقابلات ودية، وهذه المقابلة تدخل في إطار برنامج الجمعية، ونحضروا للدورة الوطنية بتزمالت الدولية بتزمالت بمشاركة عدة فرق كبرى داخلية وخارجية، منها فريق أوكسير الفرنسي ومولودية العاصمة، شباب الوزداد، شبيبة القبائل، أكاديمية بارادو، وإن شاء الله فيها خير. ونزيد نشكر إدارة أكاديمية بارادو على الاستقبال وحفاوة الاستقبال. الجهد المبذول والجدية في العمل تحقق من خلالها على نتائج إيجابية كبيرة، فتحصد على ثناء كبار المكونين والمدربين في كرة القدم، وخاصة تلك التي تنتج أسماء لاعبين محترفين ومميزين. صانو في بليزير والله العظيم من القلب كيجيني فريق كيما هكذا. كوتش باردون شويه عرضيه ابري حاجه اللي تشرفكم وتشرف شيوخاتكم، دافوار اون ايكيب عاقله وتبراتيكي ان فوت كيما هكذا، والله العظيم امكانيات قليله، والله الحمد لله يرجع لكم الشرف وللشيخ، بارك الله فيكم. كوتش الله يعيش. في كرة القدم الحصاد يأتي بعد سنين طويلة من العمل، لأن التكوين والعمل الجاد والاستمرارية هو ما ينتج أسماء كبيرة في عالم الرياضة عامة وكرة القدم بالخصوص.